السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل النهارده بقى حاجة حلوة قوي قوي هتعجبكم جدا. جيت اسأل على سعرها في المحلات لقيتها معدية. ومكوناتها بسيطة وخطواتها بسيطة وطعمها تحفة جدا. تعالوا نجربها. تعالوا نعمل الكشري الحلو. هنعمل الاول رز بلبن. كوباية رز عليها كوبايتين مية واحطهم يغلوا على النار كويس لحد ما الرز يستوي. هنا بقى معايا كام ورقة جلاش. انا طبعا مش هعمل كمية كبيرة، هقطعهم بقى حتت زي ما انتم شايفين كده صغيرة. ومعايا كمان كنافة، شوية كنافة برضو كده، هقطعها بالمقص كده صغير خالص. الرز بلبن يا جماعة، كوباية الرز انا عاملة كوباية الا ربع رز. هحط عليها كيلو من اللبن. بس قبل ما احطه على الرز هناخد منه معلقتين. استنى، هنا بقى كنت سيحت زبدة. هحط بقى زبدة على الجلاش والكنافة وادخلهم الفرن يتحمصوا. تعالوا نرجع للرز بلبن. كيلو اللبن انا شلت منه حوالي ربع كوبايه. ربع الكوبايه دي مش هحطها على الرز غير في الاخر خالص. هنا بقى هنعمل الكريم شانتيه. انا ما كنتش هعمل كميه كبيره، فانا حطيت بالظبط حوالي نص كوبايه كريم شانتيه عليها نص كوبايه ميه ومعلقتين سكر بودره، معلقتين كبار سكر. هضربهم كويس لحد ما القوام بتاعه يظبط وهحطه في الفريزر. هنا بقى كان الرز استوى معايا وشرب ميته. نزلت عليه بكيلو اللبن كله زي ما انتوا شايفين، وهسيبه بقى يغلي مع اللبن. الرز مع اللبن يغلوا مع بعض شوية. ونرجع لهم تاني. نزلت كمان بكوباية سكر، كوبايه الا ربع سكر يا جماعه، عشان احنا حطينا معلقتين كبار سكر في الكريم شانتيه. هنا بقى ربع كوبايه الميه اللي قلت لكم عليها دوبت فيها معلقه كبيره نشا ومعلقه كريم شانتيه. هنزل بيهم على الرز واديهم تقليبه لحد ما النشا القوام بتاعه يتقل معايا ويظبط وهطفي عليه. هنا بقى كان الرز خلاص طفيت عليه واخدته اصبه كده في اغرفه في البولات زي ما انتوا شايفين. ده الرز بلبن الساده، مع اني برضو جيت في الاخر وحطيت عليه نوتيلا. بصوا بقى، هنا هحط طبقة من الكريم شانتيه في البولات الكبيرة دي. طبعا انا ما عرفتش انزل اجيب العلب اللي هي بتتعمل فيها الجاهزة. فقلت اعملها في اي حاجة عندي. بصوا بقى هنا الكريمة، هحط طبقة من الكريمة فوق الرز. بس طبعا كل ده لما اسيب لحد بعد ما اسيب الرز يهدى شوية. والكريمة انا كانت في الفريزر زي ما قلت لكم. طبقة بقى من الكنافة المتحمصة. هنا بقى انا اتلخبطت وحطيت الجلاش، كان المفروض الجلاش يبقى على الوش. دي هعملها مانجا بس. دي بقى هحط عليها موز، وفوق الموز كمان نوتيلا. والاخيره دي هعملها بالنوتيلا بس. وزي ما قلت لكم كان المفروض ان الجلاش يتحط على الوش خالص في الاخر، بس انا اللي اتلخبطت في الحكايه دي. هنا بقى معايا معلقتين كبار نوتيلا مسيحاهم على بخار ميه، وحطيتهم في كيس بلاستيك كده، كيس تلاجة، وقطعته فتحه صغيره من تحت كده بالمقص علشان اعرف انزل زي ما انتوا شايفين. ودي كانت عندي شوكولاته خام، اللي هي البار الشوكولاته. قطعته كده زي ما اكون بشراه كده بالسكينة بسيط. بصوا شكلها، هو طعمها تحفة تحفة تحفة. بس طبعا يعني الدايت في ذمة الله. جربوها يا جماعة والله هتعجبكم جدا، انا بصراحة عجبتني. ترند الكشري بلبن، الكشري الحلو. وده الرز بلبن بتاعنا السادة. انا جيت في الاخر بقى حطيت زبيب وجوز هند، وحطيت كمان نوتيلا. بصوا بقى المنظر، بصوا الطبقات وبصوا الشكل. الكنافة والجلاش مع اننا ما حطيناش عليهم ولا سكر بودر ولا حتى شربات اللي هو السيرب، بس طعمها تحفة بجد. عجبت الولاد جدا وعجبت باباهم كمان. هستناكم تجربوا وتقولوا لي طعمها عامل ايه. دي بعد ما خلصنا نصها بوريكم الطبقات بتاعتها وشكلها من جوه. رز بلبن، كريم شانتيه، جلاش، كنافة. دي كانت نوتيلا.
وشوكولا مبشورة من فوق، بالهنا والشفا.